على سبيل المثال للحصر، لو انا مثلا جيت قلت لك ان انا شايفه ان قرار الخلفه قرار معقد قوي في الزمن ده، محتاج ان احنا نفكر فيه شويه، ومحتاج ان احنا ما نبقاش متسرعين فيه، ونبقى فاهمين اصلا احنا كشركاء في الحياه هنقدر عليه او لا. ممكن لو قلت لك الكلام بالصيغه دي تفهم افكاري وتستوعبها، لكن لو جيت بعت لك الفكره كده من اولها ان بقول لك ايه، انا شخص لا انجابي، هتحس ان المصطلح ودالك القضيه في حته تانية. لكن لو سمعت افكاري كده بترتيب وهدوء، وارد جدا تقتنع بوجهه نظري مجرد ما حطيت الافكار جوه مصطلح، فبتحس هنا ان في مساحه من المصداقيه اختلت كده. ده بصراحه يودينا لحاجه، ان كتير من الافكار بيتم تهميشها بشكل كبير، وبيتم كده تسطيح القضيه لو احنا حطيناها جوه مصطلح، بالذات بقى لو ناس كتير استخدمت المصطلح ده وهي مش مؤمنه بيه حقيقي، فبتحس انها لا هي استفادت وفي نفس الوقت همشت القضيه اللي في ناس فعلا مؤمنه بيها. الافكار عشان افهمها محتاجه ان اتناقش معاك فيها، مش محتاجه انك تقول لي كلمه وتسيبني بقى اطلق العنان لخيالي انت جوه تقصد ايه، انت مقتنع بده لاي درجه. لو جيت بعت لي فكره وانت اصلا مش مقتنع بيها، انت بوظتها على اصحابها الاصليين، وبالاضافه بقى ان شكلك بقى وحش جدا. فيا ريت يعني نبعد عن فكره التصنيف والمصطلحات، واللي عنده حاجه مقتنع بيها ومؤمن بيها بجد، وهي جايه من قناعات كده وتراكم خبرات، يعرضها في صوره افكار مرتبه، مش في صوره كلمه ومصطلح بتهمش جدا القضايا اللي ممكن صحابها حقيقي يبقوا مؤمنين بيها وعندهم منطق في ده. واعتقد جدا ان الافكار دي في حد ذاتها اللي اتقالت في الفيديو تستاهل جدا المناقشه.